مرحبا ويعطيكم ألف عافية. اليوم راح أعمل معكم كيكة ب5 دقايق، كتير سهلة وبسيطة واقتصادية بنفس الوقت. تابعوني لنهاية الفيديو. راح نبدأ بالمقادير فورا. بيلزمني علبتين بسكويت من هذا النوعية، موجودات بكل الماركتات التركية. طبعا بديل الأوريو راح أضيف عليهم 1.5 معلقة سكر بودرة، نص معلقة من البيكنج باودر، 3/4 من كاسة الحليب الدافي، طبعا ما يكون غالي، دافي. بخلطهم لبين ما يصير عندي الخليط ناعم وجاهز معي. هيك صار الخليط جاهز. أنا مجهزة صينية مقاس 24، حاطة بأرضها ورقة زبدة وراح أبخ الصينية بالزيت. راح أضيف مباشرة الخليط. طبعا راح أدخله الفرن على درجة حرارة 170. على الرف الوسط راح أشغل بس من تحت. طبعا أنا عاملة صينيتين، عاملة صينية من قبل فأخدت معي تقريبا 25 دقيقة. هيك بعد ما طلعت من الفرن راح أقلبها. بشيل ورقة الزبدة عن الكيكة وبتركها تبرد. راح أحضر هون لصوص الشوكولا. عندي 150 جرام من حبات الشوكولا. راح أضيف على الشوكولا تقريبا شي 5 معالق من الحليب الغالي، درجة الغليان الكاملة. هيك صار عندي خليط الشوكولا جاهز. وراح أضيف عليه هون بدون مقدار شي قطعتين من الزبدة، كمان بدوبهم. فورا بضيف صوص الشوكولا على الكيكة. طبعا أسهل من هيك كيكة ما في. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. بنملسها بالسباتولا شي تتوزع كل الشوكولا على الكيكة. والزينة مثل ما انتو بتحبوا زينوا، فيكن تستخدموا أي زينة للكيك عندكم. أنا عندي حبات من الشوكولا الناعمة، لقيتها مناسبة لهالكيكة فزينت فيها. بعد ما بردت الكيكة راح أقطعها. طبعا هاي الكيكة كمان بتصير للمناسبات، للجمعات. الشكل حلو والطعم أكتر من رائع. ما توقعت النتيجة هيك. هيك خلص الفيديو عندي. بتمنى تعجبكم طريقتي بتحضير الكيكة. شكرا لحسن المتابعة، وانتظروني فيديوهات جديدة إن شاء الله. لا تنسوني باللايك للفيديو، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليصلكم كل جديد.